ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. عليه الصلاة والسلام ناصح للأمة. من مقاصد الزواج تكثير النسل. وبعض المسلمين الآن الشيطان يقول له: افعل موانع الحمل من أجل أن تتمتع بها سنين، 5 سنين 4 سنين، ولا تتعجل. نقول له: هذا خطأ ولا يجوز. منع النسل خطأ. بل البركة في الولد. من مقاصد ماذا بارك فيك الزواج طلب الولد، فطلب الولد يحفظ الله به النسل ويحفظ الله به الدين في المستقبل. فلهذا النبي يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يفرح إذا كثر المسلمون. نعم بارك فيكم. أعداء الإسلام في بعض البلدان، انظر أمريكا كم عندها من جيش، كم عندهم من أولاد، يعني من الزنا والعياذ بالله. أما المسلمون الحمد لله أولادهم بركة، أما أولئك من الحلال والحرام. أي نعم. ويحاولون أن يحددوا للمسلمين النسل، فلا يجوز تحديد النسل. إنما يجعل إذا كانت المرأة مريضة أو نحو ذلك تتابع الأولاد، ممكن حين الرضاع إذا كان عليها ضرر، أو كانت مريضة ما تستطيع تحمل الحمل، فممكن هنا حتى تشفى. بارك فيكم. إذن تزوجوا الودود، أي التي تحب الزوج، التي تحب زوجها ودودا، ذات أخلاق، ذات محبة للزوج. الولود التي تلد كثيرا. بعض النساء سبحان الله تلد 20 ولدا، وبعضهن 15، بعضهم قريبا من هذا، هو تيسير، وبعضهن أقل. على كل لا تفعل موانع الحمل إلا للضرورة.